سمعتم عن المتوكل الذي جيء به برجل قد ضرب الامام؟ واحد ضرب الامام. اول حادثة في تاريخ الاسلام ان واحد يضرب الامام. الله يسلمكم يا رب. الله يكفي عنك شيخ علي. فقال المتوكل اما ان تخبرني لما تضرب الامام والا اوجعتك ضربا امام الناس. قال له يا امير المؤمنين كنت على سفر وخرجت خارج البادية خلاص فاذا بصلاة الفجر، صلاة الفجر، فدخلت في الصلاة فصلى الامام وبدأ بالبقرة في اول ركعة حتى انهاها. قلت في الثانية يمكن يقرا زي الشيخ عمر كده الاخلاص عشان سبحان الله مفيش حد. فبدأ بآل عمران حتى انهاها فسلمنا وقد اوشكت الشمس ان تشرق. فبعد ان سلم وقف الامام وقال ايها المصلون اعيدوا صلاتكم تذكرت انني على غير طهارة فضربت. فامير المؤمنين قال انا يعني سبحان الله لو كنت معك لضربت. ده امير المؤمنين قلنا ده يعني عيب يا راجل. انت بالله عليك تحصل ايه؟ اوعى يا اخراج سبحان الله. المهم يعني نسال الله السلامه. الله يرضى عليك يا رب. السنه الماضيه الامام لن اذكر المدينه ولا البلد يعني غاب في اول يوم في صلاه التراويح بقدر الله. حدث في الطريق الامام لم ياتي. في واحد من الحفظه موجودين بس عنده حياء ولا يستطيع ان يؤم الناس. هو حافظ يعني عنده اجازه في القران. قالوا تقدم يا فلان. الشيخ ما جاش. هو المسجد مليء وحاكم المسلمين ما شاء الله انت عارف ايه موسميين يعني. فالناس في ناس تشوفهم من رمضان الى رمضان. انا دايما اول جمعه في رمضان اقول يا اخوه رحبوا بالمصلين الجدد. وبعدين اخر رمضان اقول لهم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا اما ان نلقاكم او على الحوض يوم القيامه ان شاء الله. يعني ده اللي هو الايه الزائر المؤقت ده اسمه عامل زي اقامه مؤقته. خلي بالك ما فيش اقامه دائمه. المهم يعني فحدثت يعني. فالامام اول ما قال ولا الضالين المسجد كله امين ارتبك. قال انت بدل ما تدخل نفسك في صور خلينا في الاخلاص وسورة الفلق او العشاء كده لغايه من ايه يستجمع نفسه يعني. قل هو الله احد الله الصمد. القران غالب وليس مغلوب. فيبتلع ريقه يعني يكمل ما فيه. طبعا المسجد كله حافظ الايه الاخلاص. كل المسجد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يلد ولم يولد. اصرها الامام في نفسه خلاص ولم يبديها له. ثاني ركعه قرأ الفلق وخلص. جه في اول ركعه في التراويح وبدأ بايه بالاعراف. بعد 15 آية كده توقف. اياك حد يا ربنا يفتح عليه ويرد على الشيخ. المهم ركع. في الركعة الثانية اكمل 15 اللي بعدها بس خلص الركعتين وراح واقف. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ده مش امام ده جاي يكايد الناس. ده جاي يغيب الناس في ايه يا اخوانا. ده اله الا الله. واخ خلي روحك طيبه. الله يرضى عليك يا رب يبارك لك. الله يرضى عليك ويبارك فيكم. لا تقبل يا رب.